في الجزء اللي فات من حكاية تشو شفنا المعلم كاي لما كان رايح بقلب جامد يشتري مطرقة الأشباح، بس الصدمة بقى إنه ما يعرفش إن تشو اشتراها. بس يا ترى بقى هيعمل إيه بالظبط؟ ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي يا صديقي. بس الأول يا ريت تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزع بقى اللايك الجميل ويلا بينا نكمل يا صديقي. بنشوف كاي داخل المتجر علشان يشتري المطرقة، فبيقول له السيد تشين ان هي اتباعت وان تشو هو اللي اشتراها كلها. هنا بقى بيغضب كاي وبيروح يدور عليه، وبيستغرب هو وزمايله ان ازاي تشو الفقير ده مع الفلوس دي كلها. بعد كده بقى بيفكر كاي ان علشان موهبة تشو وعودة الضربة الحاسمة لعملة الاشباح يبقى سهل انه يجمع عملات الاشباح. بعد كده بقى بيقابل تشو وبينده عليه، ولكن تشو بيزحلقه. بس ساعتها بقى كاي بيجري وراه وبيقول له انا مش قلت لك اقف؟ انت فاكر علشان اشتريت شويه ادوات مزيفه هتبقى حاجه؟ يلا اديني نص الادوات اللي انت اشتريتها. فبيقول له تشو طب وديها لك ليه لازم اعمل كده؟ فهنا بقى كاي بيقول له بموهبتي القويه في استشعار المعلومات عن البيوت المسكونه فانا اقدر اقتلك في اي وقت. فبيرد تشو بيقول له يعني انت عايز تقتلني؟ فبيقول له كاي كله بيعتمد عليك اذا كنت هتبقى عاقل وتديني الحاجه ولا لا. فبيضربوا تشو بالقلم على وشه وبيطلع المطرقه الاصليه وبيضربه ضربه قويه يا ابن اللعيبه. فبيطلع كاي لايد الشبح، وفي الوقت ده بقى اصحاب كاي بيقولوا له ده معاه مطرقه صراخات الشيطان الحقيقيه، دي ممكن تاذي اي حد، هي ازاي معاه؟ بعد كده بقى بيحاول كاي يضرب تشو، ولكن بضربه واحده بس من مطرقه صراخات الشيطان بيكسر له ايد الشبح اللي معاه. فهنا بقى كاي بيتفاجئ وبيفضل يعيط، وساعتها بقى تشو بيهدده انه لو اتجرأ يلعب معاه من تاني هيخلص عليه. وهنا بقى كاي بيغضب وبيقول ابويا نفسه ما ضربنيش وانا في السن ده، انا بقسم اني لو ما قتلتوش يبقى انا ما استحقش اسم عائلة كاي. بعد كده بقى الأكاديمية بتاخدهم لمكتب قائد الأرواح الشريرة واللي بيكون موجود في المدينة علشان يبدأوا المهمة اللي بعد كده. وهنا بقى المدير دي كان بيقول لهم الكابتن يو هيعرفكم المهمة. وهنا بقى الكابتن يو بيقول لهم أنا قائد مكتب مطاردي الأرواح الشريرة، كلكم عارفين إن المدينة بتحمي نفسها بالأسوار والدوائر السحرية، ورغم كده في أشباح كتير برضو موجودة في المدينة، وحسب معلوماتنا في أشباح كتير مستخبية في القرية اللي جنب المدينة، ومهمتكم إن انتوا تلاقوهم. واللي هيقدم أداء متميز مش بس هياخد نقاط مساهمة، لا ده كمان هيكون عنده فرصة علشان يشتغل في مكتب طاردي الأرواح. فهنا بقى بينبهر الكل وبيشوفوا إن دي فرصة علشان يعيشوا في أمان أكتر من الباقيين. بعد كده بقى بتبدأ المهمة، فبيجري الكل علشان يبدأوا المهمة. بس هنا بقى واحد من طاردي الأرواح بيلمح تشو وبيقول للكابتن يو الشاب اللي هناك ده شبه اللي قتل الجدة كاي قبل كده. ومجرد ما بيبصله الكابتن بيقول فعلا ده هو، أخيرا لقيته. بس بيكون تشو دخل القرية، بس برضه القائد يو بيروح وراه. بس هناك بقى تشو بيلاقي إن الجو هادي، فبيقرروا يسألوا أهل القرية عن أماكن الأشباح. وبعد كده بقى وفي الطريق بيقابلوا واحد قاعد، فبيسألوا تشانج لو في أي حاجة غريبة حصلت في القرية. فبيرد العم وبيقول له هيكون إيه يعني غير الأشباح؟ البشر مثلا؟ فبيرد أكشن وبيقول له طول ما العم الخالد هيشيان بارك قريتنا يبقى مفيش أي حاجة هتحصل خالص. العم الخالد ده أقوى من اللي بيواجهه الأشباح، وطول ما هو موجود الناس والحيوانات في أمان. فبيقول له تشو يا ترى مين هو هيشيان ده؟ فبيقول له العم ده رئيس قريتنا، تقدر تسأله بنفسك، بلاش نتكلم عن الموضوع ده تاني، انا همشي دلوقتي علشان جوعت وعايز اكل. بس ساعتها بقى تشو بيحس ان في حاجة غريبة وبيقرروا يدخلوا بيته. وفي الوقت ده كاي بيتفق مع 2 من زمايله علشان يظبطوا تشو، وبيقول لهم افتكروا ان مش لازم تسيبوا اي حاجة تدل عليا. وبيكونوا مراقبين تشو وبيروحوا وراه. يا ابني انت ما حرمتش. بعد كده بقى وفي بيت العم بيتفاجئ تشو ان العم بياكل اكل كتير جدا. وهنا بقى بيقول لتشانج الراجل ده بيتصرف بطريقة مش طبيعية. فبيخاف تشانج وبيقول له ده الخنازير نفسها ما بتاكلش بالكمية دي. وفي اللحظة دي بقى تشو بيشيل طبق الاكل من قدام العم، فعلى طول العم بيتحول لشبح خنزير وبيقول له مين ده اللي عنده الجرأة يضايقني وانا باكل؟ انا لازم اخلص عليه ايا كان مين.
فبيسيب له تشو الطبق وبيقول له لا لا اتفضل كله وانا مش هضايقك. وفي اللحظة دي بيقول له تشانج الراجل ده ملبوس، لازم نعمل له اي حاجة. فبيرد تشو بيقول له لا لا مش هنعمل له اي حاجة، لازم نبلغ مكتب طاردي الارواح وهم هياخدوا الاجراءات اللازمة، خلينا احنا في امان. بعد كده بقى وفي اللحظة دي بيدخل عليهم الاتنين اللي عايزين يخلصوا على تشو. فبيقول لهم تشو انتوا مين؟ فبيقولوا له لا ما تاخدش في بالك، احنا هنا علشان نخلص عليك. فبيستغرب تشو ليه عايزين يخلصوا عليه، وبيخاف تشانج وبيقول لهم انا بحذركوا طاردي الارواح الشريرة قريبين من المكان، ولو حسوا باي مشكلة هيعاقبوكوا عقاب شديد. بس الاتنين ما بيهمهمش الكلام ده، وعلى طول بيطلعوا المسدسات وبيقولوا له حتى مطاردي الارواح مش هيقدروا يعملوا لكم اي حاجة. بعد كده بقى بياخد تشو صاحبه وبيجري وبيستخبوا ورا العم، وبيحاول تشو يستفزهم فبيضربوا تشو بالرصاص. بس هنا بقى بيكسروا طبق الاكل، فالعم العجوز بيتضايق وساعتها بيغضب وبيتحول لشبح وبيقول مين اللي قاطعني وانا باكل. فبيفضلوا يضربوا الشبح لحد ما بيتحول لشبح خنزير، وهنا بقى بيخافوا وبيحاولوا يضربوه بالرصاص ولكن من غير اي فايدة. فبيقولوا الرصاص مش هيقتله، لازم نستخدم قدرات مواجهة الاشباح. وهنا بقى بيتحولوا، وساعتها تشو بيكون مستخبي هو وصاحبه، وبيقولوا ان الشخصين دول مواهبهم هي التحول. وبيهجم واحد من الاتنين على الشبح الخنزير، فبيمسكوا الشبح وبيقطع دراعه، فعلى طول بيهاجموا التاني ولكن من غير اي نتيجة. وهنا بقى بيقول شكل كده مش هقدر اتعامل معاه، خليني اركز على هدفي احسن. وبيهجم على تشو، بس في اللحظة دي بيمسكوا الشبح وبيفرتكوا خالص. وهنا بقى تشو بيقول له انا اقدر اخليكوا تعيشوا بس لو قلتولي مين اللي عايز يخلص عليا. فعلى طول بيقول له هنقول لك كل اللي انت عايزه بس ساعدنا الاول. فساعتها بقى تشو بشوية ضربات بيستفز الشبح الخنزير، فبيمسك التاني بيقطع له رجليه. بعد كده بقى بيديله تشو الضربة القاضية فبيخلص عليه خالص. وهنا بقى الشبح بيرميهم وبيتحول لهيئته الطبيعية. بعد كده بقى وفي اللحظة دي بيعترفوا له بكل اللي حصل، فبيسيبهم تشو بيقول لهم لو جيتوا في طريقي تاني هخلص عليكم. بعد كده بقى وفي الوقت ده تشانج بيقول له هو انت هتسيبهم يمشوا كده وخلاص؟ ولكن تشو ما بيفرقش مع الاتنين دول، وفي الوقت ده الاتنين بيقرروا يرجعوا يتعالجوا، ولما يخفوا يرجعوا تاني يخلصوا على تشو، وعايزين ياخدوا مطرقة صرخات الشيطان الحقيقية منه. يعني بجد مش عارف اقول لكم ايه، ده الراجل لسه كان هيخلص عليكم. ولكن ساعتها بقى بيتفاجئوا بتشو وراهم، واضح ان احنا كده مش هنحتاج لمرة تانية. وعلى طول بيستخدم مطرقة صرخات الشيطان وبيقول انا قلتلكم ان تاني مرة هنتقابل فيها هخلص عليكم. فهنا بقى بيخافوا، بس هنا برضو تشو بيخلص عليهم بضربة واحدة بس. يا ابن اللعيبة يا جامد. وهنا بقى البنت الشبح بتخرج، فبيقول لها تشو حاسس كده ان انت نفسك رايحة على الشبح ده، عادي تقدري تاكليه زي ما انت عايزة. ولكن البنت الشبح بتكون خايفة، بس ساعتها بقى تشو بيمسك ايدها وبيقول لها ما تقلقيش هو خلاص مات. هو ده بقى جنون العظمة يا صديقي. يا ترى بقى بطلنا تشو عايز يوصل لحد فين بالظبط؟ الواد بيكلم الاشباح وخارب الدنيا ومحدش قده، هيعمل ايه بالظبط؟ ده بقى اللي هنشوفه في القسم اللي جاي ان شاء الله. بس يا ريت بقى ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.